بعد غلاء الأسعار المُبالغ فيه، علبة الحلاوة دلوقتي بمبلغ وقدره، وعلى إيه بقى؟ أنتِ هتعمليها معايا النهارده بكوباية سكر بس ومَيّة بدون أي إضافات، شايفين عاملة إزاي؟ بجد حلوة حلاوة جميلة ومقرمشة كده وطعمها في منتهى الجمال، وهتطلع معاكِ ناجحة من أول مرّة. لايك وشير بقى كتير للفيديو، ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة كده أجيب حلة على النار وأضيف فيها كوباية من السكر ومعلقتين من المية. تمام، بسيبهم كده يتكرملوا والسكر يبتدي ياخد لون. أثناء ما هو بياخد لون هجيب ربع كيلو من السمسم. السمسم ده محمص ومنقياه، بس أنا بعمل له إيه، بديله تسخينة عشان لما أحطه على الكراميل اللي إحنا هنعمله ما يقفش معايا. تمام كده، يا دوب بس بسخنه. شايفين أول ما بدأ يلون معايا بدأت أحط المعلقة وأقلب فيه لحد ما وصل معايا لمرحلة الكراميل دي، ويكون اللون بتاعه لون ذهبي فاتح كده ما يغمقش منك عشان ما يتحرقش. نبدأ بقى بالتدريج ننزل بالسمسم اللي احنا عملناه سخناه بس على النار شوية بشوية لحد ما يتلم معانا والنار على الكراميل هادية. تمام كده، اوعي تعلي النار وتحرقيه. لحد ما اخلص الكمية ما ننزلش بيها ابدا مرة واحدة، ننزل شوية بشوية كده ونقلب زي ما انتوا شايفين لحد ما نجمعها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص تمام. هاخدها على طول على صينية تكون مدهونة بالزيت. لازم بقى تكوني إيه، بُصّوا سريعة جدًا في الحركات بتاعتِك بعد ما تنزّليها في الصينية. تمام، أي معلقة جنب فرشة كده وزيت بادهن كده بالفرشة أي معلقة باستخدمها وابتدي أساوي بالشكل ده زي ما أنتم شايفين في قلب الصينية. سويتها بقى بالشكل ده، نخلّي بالنا إن هي سخنة مولعة وإحنا شغالين فيها وهي سخنة مولعة. مقطع كده وادهنه بالزيت أو سكينة وابدا اقطع بالشكل اللي يعجبني. انا حابه اقطعها طويله كده بالشكل ده ورفيعه زي ما بنجيبها من بره بالظبط. كل ما السكينه او المقطع بتاعي يكون محتاج ان انا ادهنه بالزيت بدهنه. تمام، قطعتها بالشكل ده. سيبها تبرد بس يعني 3 4 دقايق كده تمسك نفسها، وبعد كده اروح هي لسه برضو سخنه. تمام، اروح فكها من بعضها بالشكل ده واروح حطاها على طبق. شايفين الجمال والطعام؟ هي بقى هتنشف كده مع نفسها بعد ما نقطعها كده عشان ما تبقاش صعبة علينا وناشفة معانا قوي. شايفين عاملة ازاي؟ ما فيهاش ولا غلطة. قطعيها بالطريقة اللي تعجبك. لو شايفة ان التقطيعة دي كبيرة ممكن تقطعيها على 3 براحتك خالص. ده كده شكل السمسمية. شايفين عاملة ازاي؟ من ربع كيلو عملنا قد ايه. نخش بقى على اللي وراها نفس الحكاية. كوباية من السكر، معلقتين 2 من المية أو 3، يعني حاجة بسيطة من المية خالص. أنا باخدها كده بعناية. أول ما يبتدي يعمل كراميل ما باحطش فيه معلقة، أول ما يبتدي يعمل كراميل باقلّبه. وده ربع كيلو من الحمص جايباه برضه متحمّص وكل حاجة، اديته بس التسخينة وبعد كده نزلت بيه بالشكل ده على الكراميل زي ما أنتم شايفين واحدة واحدة. تمام، لحد ما ألمّه ويتلم معايا بالشكل ده. النار هادية، بأكد إن النار هادية. أوام بقى وبسرعة كده على الصينية تكون مدهونة بالزيت، وأبدأ زي ما قُلت لكم أي أدوات باستخدمها معايا الفرشة والزيت، وأبدأ إيه، أسويها بالشكل ده وأقطّعها نفس التقطيعة اللي فاتت. تمام كده؟ ونخلّي بالنا بقى من إيدينا عشان الصينية بتبقى سخنة زي ما أنتم شايفين. أنا ماسكة كده الصينية بفوطة عشان هي بتبقى سخنة جدًا. عِدت على التقطيع بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، ضبّطتها دقيقتين 3. هي ما تستنيهاش لحد ما تنشف خالص، هي برضه هتبقى سخنة عشان تعرفي تقطّعيها دقيقتين 3 وتخرّجيها بالشكل ده. حتى هتلاقيها في إيديكِ طرية لسه، هتحطيها بس كده على طبق هتلاقيها نشفت معاكِ وبقت زي الفل. شايفين عاملة إزاي؟ حلوة جدًا. نخش بقى على الفولية اللي هي طبعًا بالسوداني. برضه نفس الحكاية، كوباية سكر. على فكرة الكوباية المعيارية دي نفس الكوباية اللي هي مَج الشاي أبو إيد العادي خالص. معلقتين من المَيّة أسيبه يتكرمل زي ما أنتم شايفين وصل معاه للمرحلة دي. طبعًا أنا هنا ما جبتش معاكم السوداني، حطيت ربع كيلو من السوداني طبعًا متحمّص. أنا سخّنته بس على الطاسة زي ما عملنا في السمسم وفي الحمص. تمام، الصينية معايا مدهونة وأبدأ أنزل بيه بالشكل ده. بُصّوا وأساوي بقى المقطع ده دهنته كده بالزيت وبدأت أساوي بالشكل ده، وبعد كده قطّعتها نفس التقطيعة اللي فاتت، وده كده شكلها زي ما أنتم شايفين. تمام، أنا هنا طخّنت السودانية شوية، ممكن ترفّعيها أكتر من كده لو أنتِ حابة.
بس كده ده الشكل النهائي، بُصّوا تحفة، والله ولا أحلى من أحلى حلواني جايباها من عنده، شايفين الجمال؟ ريحتها قالبة الدنيا، طعمها جميل، كل حاجة طازة كده وحلوة، السمسم طبعًا منقيينه، طبعًا برّه مش هينقي لِك السمسم، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وبألف هنا وشفا وبس